عندما نتحدث عن هذه المباراة ممكن نقول أن الوكرة نجا بالتعادل، لأن كل الأرقام تقول كاستحواذ الجيش، كتسديد الجيش، كتمريرات كلها للجيش. ولكن الفرص يعني كانت متقاربة. فريق الوكرة أيضا ضيع فرص، فريق الوكرة أيضا استحوذ على بس يعني لا يعتبر أنه في فرص حقيقية بالنسبة لفريق الوكرة سوى هي فرصة الهدف، غيرها فرصة الهدف وفرصة اللاعب معاذ يوسف اللي يعني انفرد لوحده على الهدف بالشوط الأول. كان بإمكانه تسجيل هدف، كان يمكن تصير النتيجة 2-0 كان. ولكن هذا لا يمنع بأنه فريق الجيش يعني فريق أدى أداء جيد، أدى يعني من الناحية الدفاعية من الناحية الهجومية. نعم. والهدف اللي سجله فريق الوكرة يعتبر من أجمل الأهداف. يعني لو نشوف احنا عندما استلم الكرة أنور ديبة، يعني شوف التحرك الذي قام به اللاعب فرو. نعم. تحرك حركة سريعة للأمام، واستطاع اختراق الدفاعات فريق الجيش اللي كان أندرسون واللاعب الآخر. ترى الوكرة كابتن أنه يسير بشكل صحيح في المقدمة يعني؟ فريق الوكرة أعتقد قاعد يقدم أداء جيد. نعم. منضبط تكتيكيا في مواجهة يعني القادمة صعبة، سيواجه الريان من الناحية الدفاعية. فريق الوكرة يعني أخ عبد العزيز فريق منظم دفاعيا من ناحية خط الدفاع. يعني نشوف علي رحيمة وجوهر الكعبي يقدمون أداء جيد. يعني شوف جوهر الكعبي ذاك اليوم يعني شل حركة اللاعب أدريانو من اللاعبين المهاجمين الجيدين الذين يمكن هداف الدوري الموسم. هذه الإحصائيات كابتن وضع الهجوم في فريق الجيش، شاهدنا الجهة اليمنى هي اللي تعمل 45%، 18% لوسط الهجوم في العمق، والجوانب 37. يعني عندهم قوة في الجهة اليمنى. نعم. قوة في مقابل الوكرة كما نشاهد الآن كابتن يعني كانت كلها كما ذكرت من أنور ديبة ووجود فراو بالجهة اليمنى. أنور ديبة هو صانع الألعاب، ولكن فريق الوكرة لو تلاحظ يعني شوف المدافعين خليل شريف ويوسف مفتاح وجوهر والكعبي وعلي رحيمه يعني مؤدين واجب بشكل صحيح. بالاطراف يعني لو نشوف احنا احمد كحيل ايضا قدم اداء جيد، نشوف معاذ يوسف قدم اداء جيد، انور ديبه ادى اداء جيد، هجوم جيد جدا. نايف الخاطر كان هو محور اللعب، كان هو يعني العمق الدفاعي في منطقه الوسط. نعم. نشوف فرو ايضا قدم اداء جيد. فالفريق اعتقد ادى اداء جيد، ولكن لا تنسى يعني الفريقين قادموا بهجمات مرتده، قاموا بهجمات خطره، ضيعوا فرص الفريقين. نشوف حتى الغيابات مؤثره على الفريقين. لو نشوف احنا كريم الزياني وماركانو يعني ماركوني ايضا من فريق الجيش، يونس محمود. نعم. يونس محمود له تاثير كبير على هجوم الوكرة. سبقتني في هذا السؤال يعني كان له تاثير واضح في الفريق. تاثير واضح. يعني يونس محمود الان عنده 6 أهداف وقاعد يقدم اداء جيد وعلى مستوى عالي، ولكن افتقد الوكرة في هذه المباراه. وكذلك اللاعب علي المري لاعب يعني مدافع في منطقه الوسط، هو اللي يحتاجه فريق الوكرة. جميل. فاعتقد كانت يعني مباراه تكتيكيه، مباراه جيده. نعم. مباراه يعني مهمه كانت. اعتقد الفريقين طيب. كل فريق يعني ضيع نقطتين. ننتقل الان لمباراه اخرى. نتحدث ان الريان غضب خلال الفتره الماضيه بسبب الخسائر الكبيره التي حصلت لفريق الريان، فجر غضبه في الغرافه. ربما كثيرون يتساءلون لماذا وكيف انفجر الريان كابتن إبراهيم بهذه الخماسية، ولماذا سمح فريق الغرافة بهذه النتيجة العريضة؟
ربما يريد الريان بأن يعيد نفسه من جديد بعد هزائمه في المباريات الماضية والجولات السابقة. التذكرة كانت على حساب الغرافة. على حساب الغرافة نعم، وكأنه يعيد نتيجة الموسم الماضي في القسم الثاني. صحيح. أيضا فاز على الغرافة بنفس النتيجة 5-1. فالريان حقيقة الكل كان مستغرب من اختفائه في الجولات الماضية، وعندما يعود بهذه الصورة وبهذه القوة لا نستغرب من الريان بحكم العناصر الموجودة فيه. لكن الغرابة في الموضوع هو غياب الغرافة الذي لا زال حقيقة يبحث عن نفسه. لا زال فريق الغرافة ضائع، ليس له أي هوية باينة أو حاضرة في المباريات. أنا أعتقد بأن الريان كان هو الأجدر، كان هو الأفضل في هذه المباراة، ولذلك استفاد من كل الفرص التي أتيحت له، بداية بهدف موسى هارون، ومن ثم نيلمار، ومن ثم تباتا، وأيضا حامد إسماعيل، وآخر الأهداف هو لجار الله، وأعتقد من أفضل أيضا الأهداف اللي شاهدناها في هذه الجولة. الريان فريق متكامل، فريق منظم، فريق متجانس، يملك عناصر جيدة، قوة بدنية عالية، لياقة بدنية عالية، ولذلك استطاع أن يفوز هذه النتيجة الثقيلة الكبيرة على نادي كبير حقيقة وهو الغرافة. السؤال هنا كابتن مجبل، لماذا هذه الفوضى في الغرافة في الخماسية؟ بصراحة يعني تكلمنا عن الغرافة يمكن قبل 3 أدوار، نفس أسلوب اللعب، نفس مستوى الفريق. هل هو ينصب على اللاعبين، مدرب، إدارة، على مين؟ يعني الفريق أو كرة القدم تعتمد على 3 أشياء، يعني شيء معروف يعني، ولكن في الملعب أعتقد يبقى الدور الرئيسي للمدرب. المدرب هو الذي يعني يوظف اللاعبين، هو يعني من يلعب الفريق الصورة الحقيقية لجهود المدرب أو لأسلوب المدرب. فعاد يعني احنا نلاحظ فريق الغرافة لم يتحسن مستواه من مباراة لأخرى، فقد يعني هويته يا كابتن. يعني قبل سنوات يعني كانت له هوية، لم يتحسن شنو أجيب لك مثل يعني أخطاء دفاعية كثيرة، أسلوب هجوم يعني عقيم، يعني ماكو حتى فرص قليلة، يعني ماكو تنظيم لعب، ما تحس الفريق عندي اكو حركة واكو لعب واكو نشاط واكو أسلوب من الأمام بالعمق من الجانب، العبانتو يعني أهداف فوز. الفريق اللي ما يفوز عنده مباريات كثيره، يعني هاي ثالث مباراه. طيب هل تؤيد كابتن المطالبات اللي تطالب بإقالة سيلاس؟ والله بصراحه انا احترم اي مدرب، انا يعني هذا الشيء تقرر. الاخير هذا اسم كبير يعني الغرافه. هل الغرافه احنا نتكلم على اسلوب الغرافه، وان الغرافه لم يقدم المستوى المطلوب في اكثر المباريات او في تقريبا كل المباريات، ويمكن قبل 3 حلقات احنا تكلمنا على فريق الغرافه. احنا مع احترامنا للسيد سيلاس يعني نشوف الفريق يعني لم يتطور، لم يتحسن، الاخطاء نفس الاخطاء، نفس الهزائم، نفس الاسلوب العقيم. يعني مع العلم في اسماء كبيره يعني تارديلي واليكسو بريشيانو، جابوا لاعب هذا الصربي يعني، ومع ذلك بقى نفس المستوى. طيب نفس الاداء. انقل هذا السؤال للكابتن ابراهيم واساله ايضا عن هذا الجانب. هو يقول المدرب في المؤتمر الصحفي بانني ساعمل المواجهه القادمه امام فريق السد، والاحاديث التي تتسرب انه ربما هنالك بحث ونيه لفريق الغرافه البحث عن بديل. يعني دائما ما نسمع ونشاهد حقيقة تصريحات المدربين من خلال الصحف أو وسائل الإعلام، ولكن حقيقة لا تعكس حقيقة فرقهم. وسمعنا الكثير من المدربين يتكلمون بشيء ونرى في الواقع شيء آخر. والآن هو يستعد للمباراة القادمة، ولكن السؤال لماذا لم تستعد للمباريات الماضية؟ أين أنت من المباريات الماضية؟ أنت خسرت الكثير من النقاط. المواجهة أيضا سوف تلعب مع السد الفريق الأقوى في هذه البطولة. إن كنت ما حصلت على أي من النقاط أو كان مستواك ضعيف في المباريات الماضية، فشلون بيكون مستواك أمام السد؟ فأنا أعتقد أن المواجهة سوف تكون صعبة بالنسبة للغرافة إذا ما ظهر بهذه الصورة. طيب الصورة الهزيلة. هل ممكن نقول أنه لو على سبيل المثال انتصر على فريق السد قد تجبر الخواطر؟ هو ممكن أن يفوز على السد، وكرة قدم فيها كل شيء، لكن هل تنسي الماضي انتصاره على السد؟ لا أبدا ابدا. يعني لو في نيه اقاله في اقاله، فاز ولا خسر؟ نعم، لان في فرق زميل عبد العزيز لا يغفر لها، يعني عندما تخرج او تظهر لنا بصوره سيئه من الصعب الجماهير ان تنسى او تغفر لك بهذا المستوى السيء. الغرافه وايضا فرق اخرى. طيب جمهور الغرافه من وجهه نظرك حاب المدرب ولا لا؟ يعني راغب المدرب ولا لا؟ من وجهه نظرك متابعه يعني انا اعتقد بعد النتائج السيئه التي ظهر فيها او عليها الغرافه او المستوى الذي ظهر عليه، انا اعتقد بان غير راضي عن اداء الفريق ولا عن سيلاس في راس الجهاز. اذا دعونا الان نتابع رده فعل اللاعبين بعد نهايه هذه المباراه. نعلم أن لدينا فريق جيد، لم نكن في يومنا.
علينا أن نبرز شخصياتنا وعقلياتنا الكروية في المباريات القادمة، وأن نحسن الأداء خاصة في الدفاع، وأن نعمل كفريق، لأنه من المؤكد أنه لدينا قدرات أكبر مما أظهرناه في مباراة اليوم. الريان قدم مباراة جيدة، وصراحة استغل النقص اللي موجود في الغرافة. الغرافة فريق كبير قادر يرجع في أي وقت، والحمد لله مثل ما شفت لعبنا مباراة جيدة، استغلينا الفرص. في المباريات السابقة حصل فرص كثيرة ما كنا نستغلها، اليوم استغليناها وهي سبب النتيجة الكبيرة. بغض النظر عن الخصم، أنت شفت أداء الفريق، تحركات الفريق، انتشار الفريق، الأهداف، الانسجام اللي بين اللاعبين. فما ما نبي نهضم حق فريقنا بصراحة، ولو ان شو اسمه الغرافة يمكن ما كان الأداء المنتظر، لكن احنا هذا ما يعني ان فريقنا ما أدى. اعتقد الفريق أدى وأمتع، ولا ما كان سجل هذه الحصيلة من الأهداف. هذه الآراء التي استمعناها للاعبين وأيضا الجانب الإداري في فريق الريان. الآن دعونا نستمع للجمهور ماذا قالوا عن هذه النتيجة. نحمد الله على هالفوز، لكن ان شاء الله للحين باقي. وانا اقول لك اياها من ادى من قالها رئيس الجهاز، تأدون الفريق اداء الخصم جيد فتاخذون النتيجه باقتدار واحترام، اما اذا بتجي تستهزر على الخصم فمجدك انك تضيع النقاط. والله ان شاء الله فريقي يعني مسيطر على المباراه مثل ما انت شايف، سجل 4 أهداف مقابل لا شيء، والفريق ان شاء الله يعني انا متاكد ان يعني اليوم ان شاء الله فايز، وكان عندي تفاؤل قبل المباراه، والجاي ان شاء الله بيكون احلى واحلى. والله الحمد لله توفيق من رب العالمين، وان شاء الله الحين باقي 10 دقائق ربع ساعه ان شاء الله بعد نسجل الخامس. والله انا ما كنت متوقع النتيجه، بس فريق الغرافه كان مستواه يعني نازل. الحمد لله على كل حال، وان شاء الله خامسه فيها ان شاء الله. يعني اي والله ما توقعنا مع الغرافه، بس الحمد لله كنتم متخوفين؟ والله كنا متخوفين، يعني رجعت بلال محمد ودفاعنا صار اوكي، بس الحمد لله الامور عادت على خير. لا والله كنت متوقعها 1-1 بس الحمد لله فايزين، وان شاء الله الجمهور بعد جمهور اليوم ما شاء الله بعد حاضر اليوم ترس الملعب ان شاء الله يزيد المباريات الجايه، وان شاء الله مصدرين ان شاء الله بعد اسبوعين 3 مصدرين ان شاء الله. لا المباراه الصراحه جيده، واحنا الصراحه متفائلين بفريقنا، وان شاء الله نتوقع اكثر بعد. احنا من العام احنا نتكلم نقول عندنا فريق وعندنا اسماء، وللحين عندنا اسماء، الاسماء هذه يمسكها مدرب صح تعطيك نتائج، بس لاعب يتمشى في الملعب. احنا يعني الجمهور الحين صار فاهم كوره، مو بنفس قبل نجي وما ندري ايش اللي يصير في الملعب. لما تشوف لاعب يتمشى، لاعب ما يشارك في كوره فوق بالهواء، كل هذه تكون المدرب ضعيف شخصيه برا. وغير كذا تغييراته تبديلاته في المباراه، طريقه لعبه مع الفرق كلها تقول ان المدرب برا. احنا نتكلم من العام نقول نبي مدرب، فالنتيجه هاي تسعدنا. حتى الان خسرنا 5-1 بعد اتوقع، لا مع ميسو وطلع ان شاء الله، وثلاث اخذ الكاس الامير ان شاء الله، بعد ان شاء الله بي واحد ثاني بياخذ كاس الامير بعد. احنا بعد متوقعين الخساره هذه، ومتوقعين اكثر يعني، لان اكثر. اول شيء انا عندي نقطه على اتوري كان مدرب عمره ما فاز على الغرام. مباراه الهلال السعودي وابطال اسيا سحب لعيبه المنتخب، مباراه مهمه. وبلال لاعب مباراه الخور، لاعب 90 دقيقه. شنو المشكله لو بلال يلعب؟ ليش انت تستبعد بلال؟ الغرافه يعني على مستوى ما شجعت انا من يوم صغري، ما خسر الخساره هذه، بس على مستوى اخر سنتين سيلس خرب الفريق. وانا ما اقول الا تاردلي الله يعينه قاعد يلعب مع فريق مثل كذا. اي 5-0. وفي عندنا ظروف غياب قاسم، اليوم بعض اللعيبه يعني مو بمستواهم، برشيانو مو بمستواه. المدرب اليوم راح ينشال اكيد، بتشوف. طبعا تابعنا ردة فعل الجماهير الرياضية للغرافة وكذلك لفريق الريان، وباختصار ممكن أن نقول أن الجمهور الرياضي أصبح
يجيد ويفهم قراءة كرة القدم. سنتحدث كثيرا عن المواجهات القادمة، ولكن نقف مع فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم. ابقوا معنا.